السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى بصوا كنت ماشية في الموسكي، كنت بشتري، حد كان طالب مني حاجة وكده، فرحت اشتريها، فلقيت شاب طفل كده صغير عارض الحاجات دي، عارض الاناناسة دي وعارض كريز برضو. فانا اشتريت دي بصراحة، اول مرة اجربها، اول مرة اجيبها واجربها بصراحة في حياتي، يعني ما دقتهاش ولا جربتها. وهنفتحها مع بعض بقى ونشوفها ايه من جوه، في ايه. بنفتحها مع بعض. بص انا مش عارفة والله هي بتتقطع ازاي، يعني انا مش عارفة اصلا هما بيتعاملوا معاها ازاي، بس انا بتقطعي، هعمل بصي ايه. اقطعي من هنا كده، من الحتة دي كده. هنا اه كده يعني. لا، يعني كده من الحتة دي مثلا. كده. اه فانا هقطعها كده وايه، ونشوف، ونكتشف مع يا بعض. ترى يا ترى هتطلع حمرا ولا قرعة؟ بطيخة يعني. طلعت بايظة اهي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الله. حبيتها بايظة. بايظة. صح صح بايظة. مش عارفة، بس هي باين عليها بايظة. هي ما بتتقطعش كده وبتتقشر وكده، بس هي باين من ريحتها يعني. ما هم بتوع العتبة دول ما حدش يشتري فاكهة من الناس، بتبقى الحاجة دي أصلا بايظة من السوبر ماركت، ويقوموا ايه، ويقوموا بايعينها في الشارع كده بأي سعر طلعت بايظة، شفت الضحك علينا. يلا الحمد لله على كل شيء. وده بقى يعلمنا ايه، ان احنا ما نشوفش اي حاجة في الشارع ونقوم رايحين ايه شارينها، لان بص شكلها عامل ازاي. شكلها مش عاطفي، مش اللي هي الحاجة تتاكل يعني. دي شكلها كده بقالها كتير مثلا بتتباع في المحلات، وبعد كده ايه الرماية اللي هي محدش اشتراها، فقام ايه خدوها بقى ديت بتراب الفلوس، ويبيعوها للناس على انها هي اي حاجة والله كويسة. اتضايقت. شاريها بكام؟ ب30 جنيه والله. ب30 جنيه. واحمد مش هيرضى يدفع معايا فيها، يقول لي ما انت جايبها بايظه. ريحتها سهله ازاي. باين، ريحتها باينة ان هي مش سليمة يعني. بص لما بتيجي تشم من الحتة دي لما تيجي تشمها ريحتها مش حلوة. خلاص بقى، يلا الحمد لله. ايه رأيكم بقى اول مره نجيبها طلعت بايظه. مم. وطفل والله العظيم عنده، يطلع هو تلاقيه ما يعرفش حاجة الطفل ده، صغير، مديله 8 سنين ولا حاجه، بصوا شكلها مش حلو. ولا 9 سنين. الأناناس عامة بيبقى لونه مش كده، بيبقى لونه كويس يعني. وقلت انفعه والله، قلت انفعه، طفل صغير واقف، واول مره اشتريها. يلا الحمد لله. الحمد لله. ورينا الكريز بقى. أنا عارف إن الكريز ده أصلا، الكريز بيبقى بصي يعني اسمه حلو وشكله إيه، وشكله حلو، لكن تيجي تدوقه تحس إن طعمه ماسخ. مش عارف هل الكريز اللي بيتباع في مصر بيبقى ماسخ؟ ما هو أكيد بيجيبوا لمصر للناس اللي هم يعني كده الحاجات اللي هي فرز تالت ورابع وخامس، والحاجة الحلوة بتبقى طبعا كده. بس أنا كرز حلو يعني هو إلى شكله حد ما. كويس بس أنا غسلت شوية دقتهم كده، حسيت برضو إن مفهومش الطعم القوي يعني، مفهومش طعم قوي. طب نعمل إيه يا جماعة في الأناناسة دي يعني؟ ما خلاص ما تتاكلش باظت صح؟ لا. حرام والله. يلا مش مشكلة، احنا بعد كده نبقى نشتري ايه، بيبقى في اناناس كده معلب في علب، نبقى نشتريه. هو اي نعم ممكن يبقى غالي قوي، ممكن تلاقيه ب60 جنيه دلوقتي ولا حاجة. انا فاكر من كام سنة، من يجي 7 سنين ولا 8 سنين، كنت شاري البتاع ب30 جنيه ولا ب35 جنيه. دلوقتي تلاقيها اغلى من كده بكتير، 60 ولا 70 جنيه صح؟ يلا بقى، كنا نفسنا نصور لكم فيديو حلو.
انا كان يلا نفسي اكل الحمد حاجه لله. كويسه، بس يلا الحمد لله. الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل. يلا يلا سلام. 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 اعملوا بقى لايك واشتراك بمناسبه ان احنا يعني يلا الحمد لله، سلام.